في واحدة كلمتني وقالت لي ان هي عايزة تطلع القط بتاعها للتبني، وكانت بتقول الكلام ده وهي بتبكي، وده لانها هتطلع القط بتاعها للتبني غصب عنها لظروف مرضية بعد ما عاش معاها سنتين كاملين. فخدت البوكس بتاعي وحالا طلعنا عليها عشان نجيب القط، وهنا كنت وصلت وهي خدت البوكس وطلعت تجيبهولي، وانا كنت قاعد مستني على ما تجيبه. وهنا كانت جابت لي القط وكانت بتديهوني وهي بتبكي يا جماعة والله. وزي ما انتوا شايفين القط ما شاء الله عملاق، قط متغذي يعني الله اكبر. البوكس تقيل جدا يعني زي ما انتوا شايفين، وقط بلدي، والقطط البلدي بيكون عندها قوة ربانية كده زي ما انتوا شايفين يعني. القط شكله بيتكلم وكان مرعوب يا جماعة، يعني كان خايف جدا بصراحة. وهنا كنت خدت القط وخلاص طالع بيه على العيادة، وهنا كنا وصلنا العيادة وكنا فتحنا له البوكس بالغلط والله يا جماعة بالغلط. وبالمناسبة العيادة اللي انا بتعامل معاها هي عيادة أليف في قنا، تحديدا جنب مستشفى الهلال. وبص بص هنا كده على الحركة اللي هيعملها دي، هيلا هوب. ايه بقى المنظر ده؟ انا مش يعني الدكتوره بعد ما شافت المنظر ده كان هين عليها تقول لي انت وهو بره. انا مقدر والله ان هو كل ده من الخوف، بس بجد ايه ده؟ يعني انا عايزك تفهمني انت اصلا وقفت كده على الشباك ازاي يعني، وفضل ثابت يا جماعه يعني ما شاء الله، برغم وزنه الا انه فضل ثابت وماسك في الشباك كانه اخوه. يعني بصوا المنظر ده، يعني ده مش بيفكرني غير بواحده كده كانت بتبيع ذهب على تيك توك، كان في خاتم كده شبه الاسد، عامل زي الاسد كده، او حرفيا نفس المنظر ده حتى نفس اللون يعني. هو فضل ثابت كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. وهنا الحمد لله كنا تمكنا منه ورجعنا البوكس وشويه ونرجع له تاني. وهنا كنا رجعنا تاني وكنا بنحاول دلوقتي ان احنا نطلعه من البوكس بعد ما بدري كان اول ما فتحنا البوكس طلع على طول. وزي ما انتم شايفين مش قادرين نطلعه من البوكس، والدكتوره هي اللي بتحاول تطلعه، وده لان ايدها صغيره فلما تيجي تسحبه ايدها تقدر تطلع مع دماغه وهي بتطلع، لان القط ما شاء الله حجمه كبير وده سنه سنتين يا جماعه، فهو الله اكبر يعني. وهنا كنت هموت من الضحك بصراحه لان الدكتوره مش قادره تشيله اصلا، لان تقريبا القطه اتقل من الدكتوره. واخيرا اول ما طلعته هوب. صورت انت الكلام ده؟ طب يعني وزي ما انتوا شايفين يا جماعة اوعى تستهين في حياتك بالتعامل مع قط بلدي حتى لو كان متربي في البيت. وهنا انا ما كنتش عارف بصراحة هو ازاي قدر يخش في الحتة دي اصلا، يعني زي ما انتوا شايفين كده بيتزحلق في مكان صعب جدا، وهنا هو طلع عنا عشان نحاول نطلعه واحنا مش عارفين نطلعه لحد ما زهقنا. وزي ما انتوا شايفين سيبنا له البوكس كده مرمي ويا رب يطلع وحده. بصوا يا جماعة كسر البوكس ازاي، ده لما نط بدري وقام رمي البوكس على البتاع كسر الدنيا خالص، يعني البوكس اتدغدغ حرفيا طلع عينه. واخيرا بعد ما تمكنا ان احنا نطلعه من المكان اللي هو اتزنق فيه ده، احنا يا دوب عرفنا نطلعه وحالا كتفناه وعلى طول بحقنة المخدر على طول. ده ترانكلايزر برضه يا جماعة مش مخدر كلي، على طول ما قدرناش ان احنا نشيله حتى ونحطه على الترابيزه والكلام ده خالص. وزي ما انتم شايفين ايد الدكتوره يعني كل ايد الدكتوره، واسنانه قويه جدا يعني القط قوي جدا الله اكبر. وهنا كان خلاص اخيرا اتخدر وبنطلعه بقى خلاص علشان نبدا نكشف عليه. ولو جينا للحق بعد الصحة اللي احنا شفناها دي فهو اللي يكشف علينا والله مش احنا اللي نكشف عليه. يشوف كده احنا ازاي ما كناش قادرين نطلعه من البوكس، ازاي مش قادرين نمسكه، يعني يتأكد ان احنا تمام كده وصحتنا زي الفل. بس اهو ادينا بنعمل اللي علينا، بدأنا نشوف عينه ونشوف ودانه ونشوف الحشرات بقى لو عنده حشرات. ما فيش حشرات ولا حاجة، ده احنا اللي بالنسبة له حشرات. وبدأنا نشوف بقه بعد كده نشوف عنده كام سنة، وطبعا طلع سنتين زي ما هي قالت لنا برضو. يا جماعة احنا بنعرف العمر من السنان، واهو حاجة غير المتوقعة تماما، صحته ما فيهاش اي حاجة وزي الفل. وبدأنا بعد كده اول مراحل الجرومينج، وهي اول حاجة بان احنا نقص له ضوافره زي ما قلت لكم قبل كده، دي اول خطوة ان احنا نبقى قطط ولاد ناس. ورحنا بعدها للحظة المرتقبة وهي الميزان، وطلع ما شاء الله 4 كيلو ونص الله اكبر. بعدها يلا بينا نروح نستحمى. ورغم ان هو شكله ما فيهوش اي حاجه وشكله نظيف، الا ان لما حميناه طلع مليان تراب يا جماعه مدعوك. شوف كان بيبص ومطلع لسانه ازاي، اي قط لما بيتخدر بيدينا نفس الرياكشن الغبي ده. بعدها طلعناه، واول حاجه لازم ننشف كويس جدا بالفوطه، بعدها لازم ننشف كويس جدا بالسشوار، وده لان احنا في الشتاء فما ينفعش يتساب مبلول ابدا لان كده هيكون عرضه لامراض كتير. وبعدها بدانا نحط له دراي شامبو ده علشان نخلي ريحته نظيفه، وبدانا نسرح له شويه رغم ان شعره مش طويل قوي اصلا. وفي فيديو النهارده كده نكون خلصنا كل حاجه بالنسبه له، والفيديو الجاي هنزل لكم واحنا بنعمل له عمليه تعقيم. فلو عجبك المحتوى ده وحابب تشوف منه تاني فتقدر تعمل لي فولو. دلوقتي سيمبا بيقول لك سلام.